السلام عليكم، مبروك عيدكم، تعيدوا تعاودوا باش ما تمنيتو ان شاء الله بالصحه والسلامه طول العمر يا رب. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله، يا رب تكونوا دوزتوا رمضان ديالكم بخير نتوما ووليداتكم وجميع العائله يا رب. كما كتشوفوا باغا نشارك معكم الغدا اللي درت نهار ديال العيد. حاجه بسيطه هكا، عمرت الدجاجه. وصراحه هاد الله هادي راه الليله ديال العيد، ما كنبغيش ندير شي حاجه انا نهار ديال العيد. ليله د العيد وجدت هكا الدجاجه شعريه كذلك شرملتها حطيتها على جنب، والدجاجه كذلك حتى هي شرملتها عمرتها يعني وحطيتهم باش الصباح ديال العيد ملي كنوض ما كنبغيش صراحه عاد نبقى نخلط ولا ندير شي حاجه كيعجبني صافي غير نفطر نبقى جالسه، يعني فقط كنهز ديك الدجاجه اللي انا وراها واجده عندي في الثلاجه كنديرها في الكسكاس انها طيب صافي، وكنمشي كنجلس هكا مع وليداتي ولا كنت غادي ندوز شي مكالمات هكا للعائله صافي، وكنجلس مع راسي يعني كتجيني هكا خفيفه. وفي اخر لحظه ما كنتش باغا نصيب صراحه كيكه وصيبتها، يعني هي كيكه عاديه صيبتها. كنت باغا تنصور معكم الاجواء ديال الفطور، ساعه ما كتبش تشغلت وما كتبش يعني صافي ماشي مشكل. وهذا ما كان، يلا تبعوا معايا ان شاء الله.
وهذه هي الدجاجة ديالي بعد ما كتوجد كنزينها بشوية ديال الفرماج محبوب غير من باب التغيير، يعني كيما مبالفين نبدلو شي شوية من داكشي اللي مولفين عليه. وخديت هكا بطاطا مسلوقة خلاص شرملتها حتى هي درتها في جناب ديال الطبسيل، والشعرية اللي بقات ليا كذلك حتى هي درتها. وكانت هذه هي الغديوه ديالي ديال نهار ديال العيد. قبلوا عليا وبصحه غداكم حتى نتوما، ومره اخرى مبروك عيدكم، وشكرا لكم بزاف للتتبع ديالكم، ولهلا يخطيكم مع الف سلامه. مره اخرى ان شاء الله الى الفيديو القادم. شكرا.